الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام دعاه أبو العباس السفاح في يوم عيد فطر عندهم، ولم يكن عيد فطر واقعا. ذهب الإمام عليه الصلاة والسلام فعرض أبو العباس السفاح على الإمام أن يفطر. الإمام يعلم هذا اليوم من شهر رمضان، ولكن حياة الإمام كانت في خطر. يقول عليه الصلاة والسلام: فأكلت معه وأنا أعلم والله أنه يوم من شهر رمضان. الراوي ما كان بهذا المستوى، استغرب، فقال عليه الصلاة والسلام: إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله.